بواتساب عليكم يا يوتيوبيين ويوتيوبيات. النهارده حلقه جديده. اللي ما يعرفنيش، انا اللي رامي، انا لاعب كمال اجسام، فيتنس كوتش، لايف ستايل كوتش ويوتيوبر. والنهارده جايب لكم حلقه حلوه وسهله، وان شاء الله تكون سهله عليكم انكم تطبقوها. وهي انك ازاي تبقى شخص صحي لو انت واحد ما دخلتش عالم الفيتنس قبل كده، او كنت في الجانب الضلمه من الحياه اللي هو انت مش صحي. لو انت زايد في الوزن، او لو انت حتى مثلا واحد وزنك عادي بس عاداتك في الحياه مش كويسه، زي انك مثلا بتشرب سجاير كتير وعمرك ما اتمرنت في حياتك، واحد مش صحي عامه. ازاي انك تبقى صحي؟ ودي خطوات سهله وسريعه ان شاء الله. هم 10 خطوات، لو انت عملتهم هتبقى انسان صحي وزي الفل. والنهارده الفورمه شكلها حلو. يلا بينا نخش في اول حاجه. اول حاجه عايز تعملها انك يكون عندك الاراده. اول حاجه انك تنزل تشوف اي جيم جنب البيت وتدفع الاشتراك بتاعه وتبدا تروح تتمرن. دي اول حاجه لازم تعملها علشان تبدا تهيئ مخك على اللي انت هتعمله واللي هتعود جسمك عليه من الان الى فيما بعد يعني. فهتشوف اي جيم جنب البيت، هتروح تدفع الاشتراك بتاعه وهتروح الجيم كل يوم. وده ياخدنا لتاني نقطة، انك تبدأ تنزل تتمرن بيوم او يومين اوف في الاسبوع. معناها ايه؟ يعني انك تروح تتمرن بس في الاسبوع هتاخد يوم او يومين راحة. ده طبعا على حسب حاجات تانية، ممكن على حسب اللايف ستايل بتاعك او على حسب شغلك، عيلتك، الكلام ده كله. ده اللي بيحدد اذا كنت هتاخد يوم او يومين، وبرده على حسب كفاءتك في التمرين. تالت حاجة انك تبدأ تبعد عن اي جونك او فاست فود. يعني اي اكل من الشارع، اي اكل معمول بزيت، اي اكل سريع زي ماكدونالدز، كنتاكي، زي الاكل الشارع، حواوشي وكبده وكل الكلام ده. تبعد عنه تماما، لان الاكل ده كله مليان زيوت ومليان مواد حافظه ومليان بلاوي ممكن اصلا تخش تدمر اعضائك الداخليه، بعيدا عن انها بتزود الوزن والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. فتبعد عن كل الكلام ده. رابع حاجة، هتبعد عن السكريات والحلويات واستخدام السكر عامة في حياتك. تبعد عنه، لأن السكريات طبعا مش كويسة، لأنها بتلعب في معدلات الأنسولين في الجسم. ده حوار كبير هنتكلم عنه في فيديو تاني. بس المهم إنها حاجة مش كويسة. لو أنت بتدور على حاجة تحلي بيها المشروب بتاعك زي الشاي أو القهوة أو كده، في حاجة اسمها ستيفيا. ستيفيا ده محلي طبيعي مش صناعي، من شجرة اسمها ستيفيا. ده بيكون صفر سعرات وصفر سكر وصفر كل حاجه، ونسبه تحليته اعلى بكتير جدا من السكر العادي. فلو نفترض مثلا ان انت في السكر العادي كنت بتحط في الشاي بتاعك 3 معالق سكر، فانت هتحتاج في الاستيفيا ان تستخدم نص معلقه او معلقه ماكسيمم. هتلاقي نفس التحليه بتاعه السكر العادي، بس انت من غير اي اذى من السكريات. خامس حاجه معانا انك تاكل اكل صحي يكون مليان فايبرز، بروتين، كربوهيدراتس. الفايبرز زي موجودة في الفاكهة والخضروات، البروتين اللي موجود في البيض والدواجن واللحوم والألبان، والكربوهيدراتس النشويات زي اللي موجودة في البطاطا والبطاطس والرز والعيش والشوفان وحاجات زي كده كتير يعني. سادس حاجة انك تشرب مية على الأقل 4 لتر مية في اليوم، لأن المية مهمة جدا في بناء الجسم وفي عمليات الهضم وفي أعضائك الداخلية وفي حرقك بتاع، يعني حرق الجسم للدهون وحرق الجسم للأكل اللي بتاكله وأدائك في التمرين. فابدأ ب 4 لتر 3 ل 4 لتر مية في اليوم. ومع الوقت كل ما تبقى ادفانسد أو كل ما توصل لمرحلة كويسة في التمرين وفي حياة الفتنس عامة، تبدأ تزود في المية بتاعتك. سابع حاجة معانا انك تبدأ انك تظبط نومك في انك تنام بدري وتصحى بدري، لان في حاجة في الجسم اسمها الساعة البيولوجية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم ان هو ينام بالليل ويصحى الصبح، فانت لما تعكس ده بيحصل خلل في الهرمونات وبيحصل خلل في الاعضاء الداخلية، ما بتشتغلش بكفاءة عالية، فبالتالي بتأثر على كل حاجة انت بتحاول تحققها في الطريق الجديد اللي انت داخله ده. تامن حاجة معانا انك لازم تنام على الاقل 8 ساعات. الجسم محتاج على الاقل 8 ساعات انه يرتاح، بالذات لو انت واحد بتتمرن اي رياضة او الجيم.
لان كمان مع شغلك اليومي اللي انت بتشتغله فبيكون جهد كبير جدا على الجسم وعلى المخ، فالجسم بيحتاج وقت طويل ان هو يعمل عملية استشفاء للمخ وللجسم عشان يبدأ ان هو يصحى تاني يوم يعيد نفس السايكل من اول وجديد. وتاسع حاجة معانا هي انك ما تسمعش كلام صحابك والناس اللي حواليك اللي هيوزوك انك تعمل عكس كل الكلام ده. واحد يجي يقول لك تعالى ناكل مش عارف ايه، تعالى احنا صحابنا متجمعين هنروح ناكل في الحته الفلانيه حلويات او اكل جانك او فاست فود. واحد يقول لك مش لازم يا عم تمرين، احنا متجمعين على القهوه تعالى ننزل نقعد مع بعض. اي كلام من الكلام ده تتجاهله وتفهم الناس اللي حواليك وتفهم اصحابك ان انت في هدف بتسعى له زي ما هم ليهم اهداف بيسعوا لها. فمن الصداقه ومن الحب والعشره انك تتمنى لي حاجه كويسه، فلما تلاقيني بعمل حاجه كويسه وانا بقول لك انا محتاج الوقت ده علشان اعملها انك تدعمني، مش تقعد تقول لي يا عم فكك مش لازم، تعالى احنا هننزل نعمل اللي بنعمله. فدي حاجه مهمه جدا. اخر حاجه معانا هي انك تبعد عن التدخين والمخدرات، لان طبعا التدخين مضر بالصحه زي ما احنا كلنا عارفين، واحنا هنا بنحاول ان احنا نحسن صحتنا في العام، فاحنا بناخد الخطوات اللازمه ان احنا نحسن من صحتنا. فلو بتدخن او بتشرب مخدرات ابعد عنها. اولا هتوفر لك فلوس، الفلوس دي هتستخدمها في انك تجيب اكل صحي لنفسك وتدفع اشتراك الجيم، ولو محتاج مكملات لايا كان هتجيب. تاني حاجة هتبدأ تحافظ على صحتك وجسمك هيبدأ يعمل ريبير او يبدأ يصلح الدامج او اللخبطة اللي انت عملتها بسبب مثلا شربك للسجاير او الفيب او الشيشة او الحشيشة او ايا كان لمدة طويلة. وبس. ودول 10 خطوات لو انت عملتهم بكل سهولة انت او انت هتبداوا ان انتوا بكل سهوله تتحولوا من الدارك سايد اوف لايف، الحياه المظلمه من الحياه، to the bright side of life. خلاص بقى الفتنس، وهيبقى شكلك حلو وهتبقى صحي وهتبقى ما بتنهكش وهيبقى قلبك في صحه كويسه، اعضائك في صحه كويسه، وانت في العام هتبقى حاسس انك كويس ومودك حلو وعندك طاقه، وهتلاقي الموضوع معاك اختلف تماما عما كنت انت عايش قبل كده. وبس. و10 خطوات سهلين جدا. وده كان فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب واعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش. روح اعمل لي فولو على انستجرام، هتلاقي هناك بوستس حلوه وهتلاقي ستوريز كويسه ان شاء الله تستفادوا منها. واعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش، واستنوني في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.